ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو حلو قوي قوي مع بعض. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه هندوب بقى كده الميه كويس مع الخميره والسكر اللي احنا حطيناه، نص كوبايه كده من الميه الدافيه، دي مش ميه سخنه دي ميه دافيه. وهقلبهم كويس جدا جدا وهركنهم على جنب. انا هنا عملت اختبار للخميره بتاعتي لان النوع ده اول مره اجربه وكنت قلقانه منه، بس الحمد لله طلع كويس جدا جدا. خلاص هنركن بقى كده الكوبايه دي كده على جنب، وتعالوا كده نبدا ونشوف ايه المكونات بتاعتنا النهارده. عندي هنا نص كيلو من الدقيق هوزنه على الميزان. انا هنا نخله كميه كبيره وحطها كده كميه دقيق كتيره، وحطها كده في علبه عندي بستخدم منها على طول، يعني ده دقيق منخول على طول، فباخد منه على الميزان كده الكميه اللي انا عايزاها. خلاص هنا اخدت نص كيلو بالظبط زي ما انتوا شفتوا. تعالوا بقى نحط عليه بقيه المكونات. بس لو وصلت لغايه هنا للفيديو ما تنسيش بقى تحطي لايك، ولو انت جديده في القناه ما تنسيش ان انت تعملي اشتراك وتدوسي على كلمه الكل وتفعلي الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يوصلك اشعار بيه ان شاء الله. خلاص كده، وما تنسوش بقى كومنت حلو كده زيكم. هنا بقى حطيت معلقتين من اللبن البودر، وحطيت كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وربع معلقه من الملح. هنحط ايه تاني؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنحط كمان معلقه صلصه كبيره، صلصه طماطم اللي هي الجاهزه دي، هحط معلقه كبيره من الصلصه. وحطيت كمان معلقه كبيره من الزبادي. هقول لك المكونات تاني: نص كيلو من الدقيق، عليه معلقتين من اللبن البودر لو متوفر عندك، وكمان حطيت معلقه كبيره من الزبادي، معلقه كبيره من الصلصه الطماطم الجاهزه، ربع معلقه من الملح، معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. بصوا ما شاء الله الخميره عندي فارت اهي. هبتدي ان انا احطها على الخليط ده كله، وبعد كده هنروح على العجان على طول. وبحط كمان زي ربع كوبايه كده من الزيت، او 3 معالق كبار مليانين. تمام كده. هنبتدي بقى ان احنا نحط سلاح العجن ونبتدي نعجن معايا العجينه دي كويس جدا. الميه هتاخد قد ايه؟ هي اخدت النص كوبايه اللي محطوطه على الخميره، واخدت زي كوبايه الا ربع تاني من الميه. وطبعا كل دقيق على حسب ما بياخد كميه ميه قد ايه. يعني انت هتعجني لغايه ما توصلي للقوام اللي انت هتشوفيه. وكمان على حسب بقى الدقيق بتاعك هياخد ميه كتير هياخد ميه قليل، دي في ايديكي انت. تمام كده. بس عايزين بقى نعجنها عجنه كويسه جدا جدا. وكمان انا عايزه عجينه طريه قوي بس ما تكونش بتلزق زي ما انتوا هتشوفوا كده. بصوا الجمال بتاع العجينه تحفه. بتاخد حوالي 10 دقايق كده ولا ربع ساعه لو على ايدك. ربع ساعه كده من العجن عجنه تمام يعني. بصوا بقى ما شاء الله لون العجينه حلو قوي قوي. بصوا لونها تحفه ازاي. طبعا ده من معلقه الصلصه اللي احنا حطيناه. وكمان بصوا العجينه طريه خالص ازاي، تحفه. خلاص انا كده عجنتها زي ما انا عايزه، وصلت للنتيجه اللي انا عايزاها. هجيب بوله زي ما انتوا شايفين واحط فيها دهنه بسيطه من الزيت، وهدهنها في البوله كلها على اساس ان انا لما اجي اطلع العجينه ما تبقاش لازقه في البوله بتاعتي. واحط العجينه على وشها، وبعد كده اقلبها على ظهرها عشان برده تيجي عليها الزيت. بعد كده هجيب كيس من كيس التلاجة هفتحه واغطي بيه العجينه بتاعتي كويس، او استرتش راب وفوطه اي حاجه متوفره عندك. هنا بقى كان عدى حوالي ربع ساعه بالظبط طبعا في الحر ده، والعجينه خمرت معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلتي بقى لغايه هنا ما تنسيش بقى اللايك الحلو عشان الفيديو يترفع. انتوا طبعا نسبه المشاهده عندي كويسه، انا مرضيه بيها الحمد لله، بس اللايكات بتاعتكم قليله قوي. يعني ادوني كده رايكم، الحاجه عجباكم مش عجباكم بفرح جدا جدا برايكم. هنا بقى اخدت جزء كده من العجينه او نص العجينه زي ما انتوا شايفين، وبدات ان انا افردها. تفرديها بقى مربع، تفرديها مستطيل، مدور، زي ما تتفرد معاكي افرديها. بس ما شاء الله هنا العجينه لينه جدا ومرتاحه كويس وخمرانه كويس، فبتتفرد معايا بكل سهوله زي ما انتوا شايفين. بصوا انا عايزاها نص سنتي كده السمك بتاعها. هبتدي اجيب بقى قطاعه. هنا عندي قطاعه اللي هي القطاعات بتاعه البيتزا والحاجات دي. قطعت كده المقاس اللي انتوا عايزينه بقى قطعوا، عايزينها كبيره عايزينها صغيره زي ما انتوا عايزين. هنعمل ايه بقى بالحاجات دي او بالعجينه دي؟ هنعمل بوريك الافراني اللي محشي جبنه التحفه ده. هتشوفي نص كيلو دي هيديكي كميه قد ايه. بعد ما قطعت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هجيب بقى الجبنه بتاعتي، ويا ريت تكون جبنه ليها طعم، يعني تكون جبنه حادقه شويه، بتديكي نتيجه حلوه جدا جدا. بدات بقى اجيب الجبنه واحطها في الدوائر اللي احنا قطعناها دي كلها، يعني احطها مره واحده وابتدي اقفل على طول. دي بتسهل عليا على فكره يعني الشغل ما بتاخدش كده وقت بالطريقه دي. هبتدي ان انا احط قطعه من الجبنه. طبعا احنا بنجيبها من الافران، ما بتبقاش فيها كميه الجبنه اللي احنا حاطينها دي، بتبقى يا دوبك لحسه كده من الجبنه. طبعا بيبقى فيها يعني يا دوبك تنتوفه كده من الجبنه. انما انت بقى بصي هنا بتظبطي الحاجه اللي انت بتعمليها، لان انت بتعمليها لبيتك ولولادك، فعايزاهم يستفادوا بكل حاجه. ما شاء الله كميه الجبنه كده حلوه جدا جدا، مفيش قطمه تقطميها غير لما تلاقي فيها قطعه جبنه.
تمام. انا عاملاها هنا حجمها صغير قوي، انا بحب حجمها يبقى صغير. لو انت عايزه حجمها اكبر شويه بتكبري الدايره شويه. تمام. وبعد كده بقفلها بقى من الطروف زي ما انتم شايفين، وبعملها يعني شكل بيضاوي كده شويه. بصوا الجمال، سهله جدا ومكوناتها بسيطه جدا، واكيد متوفره في كل بيت، يعني ما فيهاش مكونات كتير. بس شوفوا الكميه اللي هتطلع منها وشوفوا النتيجه بتاعتها تحفه بجد. طعمها خطير وعجبني جدا جدا وعجب ولادي جدا جدا. بصوا بقى هنبتدي نقفل كل الكميه زي ما انتم شايفين، وتعالوا بقى هوريكم التسويه بتاعتها، وكمان هنعمل فيها ايه تاني، هي لسه ما خلصتش لغايه دلوقتي. ما تنسيش بقى اللايك الحلو، وكمان كومنت كده حلو يشجعني. خلاص جبت بقى هنا صاج مدهون دهنه زيت بسيطه، او صينيه مدهونه دهنه زيت بسيطه جدا، وهبتدي ارص فيها الاشكال اللي احنا عملناها دي، او البوريك اللي احنا عملناه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. انا هنا بوريكي طريقه القفل، ان لازم تقفلي كويس جدا علشان ما يخرجش منها الجبنه لما تخش الفرن. ما شاء الله بيدي كميه حلوه قوي. عايزه اقول لكم يا بنات ان الحاجه في الافران بقت غاليه جدا، يعني اقل كيلو ب 80 وب 90 وكمان ب 100، يعني في انواع كمان بتوصل ل 100 جنيه الكيلو، وطبعا مش بالنظافه اللي انت عاملاها ولا الجوده اللي انت عاملاها دي. فجربوا كده نعمل شويه حاجات كده في البيت توفر علينا شويه، وتنفع في الفطار وتنفع للمصايف وتنفع للحاجات دي كلها. بصوا دي الكميه اللي طلعت من نص كيلو دقيق ما شاء الله. هنا بقى عندي الدهن بتاعي عباره عن ايه، معلقه لبن بودر، معلقه من نص معلقه من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه من السكر، ومعلقتين من الميه، ودوبتهم كويس جدا جدا. وبدات ان انا ادهن بيهم الوش زي ما انتم شايفين كده. مش بحب استخدم صفار البيت خالص في الدهان، لان أنا يعني بحس ان هو بيزفر شويه. لو انت عادي متعوده عليه مفيش مشكله، خلاص ادهني صفار بيت. بس صدقوني الدهنه دي بتديكي طعم ولون حلو جدا، وريحه كمان فظيعه. هجيب بقى هنا بعد ما دهنت كده الوش بالطريقه دي، هجيب حبه البركه او الحبه السوداء، وابتدي ان انا انزل بيها على البوريك بتاعي زي ما انتم شايفين كده. يعني حاجه بسيطه كده، بس طبعا بيبقى طعمه مع الجبنه خطير. يعني طعم حبه البركه مع الجبنه حلو جدا جدا. خلاص هبتدي بقى احط كل الكميه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هدهن بقى بقيه الكميه كلها، وطبعا انا مسخنه الفرن بتاعتي على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص، ودخلت الصاجات بتاعتي بالشكل ده، وطلع معايا الجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حاجه كده تحفه جميله جدا، طريه، والحشوه فيها حلوه قوي، وطعم العجينه نفسها تحفه. طعم العجينه نفسه، جربوا المقادير دي مظبوطه على الشعره بجد. جربوها، انا يعني بعملها بقالي فتره على نفس المقادير دي، وبتطلع معايا ما شاء الله. يعني حاجه تحفه. بصوا الجمال، مفيش واحده مش مفرغه من جوه، مفيش واحده لونها مش حلو. ما شاء الله النتيجه زي تحفه زي ما انتم شايفين كده. جربوا بقى وقولوا لي رايكم ايه، وما تنسوش بقى الكومنتات الحلوه، وتشجعوني كده باللايكات. ولو انت ما اشتركتيش في القناه اشتركي عشان تستفادي كتير جدا جدا. ومستنيه رايكم في الفيديو، وان شاء الله يعجبكم جدا جدا. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد برضو، ان شاء الله هنعمل حبه حاجات كده للمخبوزات هتعجبكم جدا جدا.